السلام عليكم. هو من الذين تقلدوا منصب المفتي، المنصب الذي تقلده أنجب علمائنا، مفتي الديار الإريترية. نتحدث عن الشيخ الآمين عثمان الأمين، أشهر الشخصيات الإسلامية المعاصرة التي خدمت شعبنا الإريتري ودولتنا الحبيبة خلال تاريخنا الحديث، على الرغم من الظروف الصعبة والأوضاع الحساسة التي تحتاج إلى الحكمة والعقل. شيخ الأمين من مواليد عليت المجاورة لقندع، والتي تقع في الشمال الشرقي من مدينة أسمرة، حيث ولد في عام 1924، ثم انتقل إلى السودان الشقيق، حيث تلقى التعليم العالي بجامعة درمان الإسلامية، وانتقل بعدها إلى دراسة اللغة العربية في الأزهر الشريف في مصر، وهناك برز دوره القيادي والطليعي من خلال اتحاد الطلاب الإريتريين. وبعدها عاد إلى بلادنا الحبيبة إريتريا، حيث عمل في مهنة التدريس، فكان يعلم اللغة العربية بالعاصمة أسمرة، ثم التحق بالسلك القضائي، حيث عمل كقاضي في مدينة أغردات، حتى أصبح عضو الهيئة العليا للقضاء الشرعي إلى أن أصبح رئيسه، ثم نزل إلى المعاش في عام 1975. وبعد الاستقلال تم تعيينه كمفتي عام لعموم إريتريا، وذلك في عام 1992، وبعدها عين رئيسا للمركز الإسلامي الإريتري لشؤون الإفتاء، وذلك في عام 2012، ومثل من خلاله بلدنا الحبيب إريتريا خير تمثيل في كل المحافل الإقليمية والدولية. ولكن انتهت مسيرة الشيخ الأمين عثمان الأمين بعد سيرة عطرة وبصمة واضحة تركها الشيخ في قلوب الإريتريين، حيث توفي في عام 2017 ودفن في العاصمة أسمرة بعد تشييع مهيب وجمع غفير من مريديه ومحبيه من الشعب الإريتري. رحم الله شيخنا الآمين عثمان الأمين، والذي كان له من اسمه نصيب، وجزاه الله عنا وعن الشعب الإريتري خير الجزاء.